ازاي وصلنا للي احنا شايفينه دوت من ارض كانت ساحه الواحده من اعنف معارك الحرب العالميه الثانيه لشواطئ وفنادق ومنتجعات وفسح وخروجات واسترخاء وعوم في البحر. ايه مستوى الجمال والروعه اللي المول ده فيها؟ السؤال هنا، في حد يعمل ابراج في قلب الصحراء ومش موجود قدامها بحر؟ في المكان اللي كان كله اصوات مدافع وانفجارات اصبح النهارده واحد من احدث واجمل المدن الساحليه في مصر. هتحسوا بالظبط ان شبه مارينا دبي. هي فكره الميه اللي بتبقى داخله كده ما بين الابراج او ناطحات السحاب. في حلقه النهارده هنقضي يوم كامل في مدينه العالمين الجديده. دايما بنقول لكم ان السعاده قرار. الاجمل من الاكل ان احنا في شهر 7 لكن الجو جامد جدا. احنا حاليا موجودين قدام مجموعه الابراج الشاطئيه الاضخم والاشهر على الاطلاق على مستوى افريقيا او على مستوى البحر المتوسط في شمال افريقيا. يعني بنتكلم عن ابراج شاطئيه الارتفاع بتاعها ضخم جدا واللي انتهت وجزء كبير جدا منها اتشطب وبدات كمان تتسكن ويتعرض منها حاجات للايجار للي حابب ان هو يجي ويقضي الصيف بتاعه هنا او يقضي الاجازه بتاعته هنا. كمان شويه ان شاء الله هنحاول نطلع نصور لكم من فوق، بنحاول كده يعني ننقل لكم الصوره بالكامل ونعرفكم الاسعار هنا عامله ايه بحيث لو حد حابب ان هو يأجر او يجي هنا. ورا الابراج الشاطئيه ديت المفترض ان في بحيرات ضخمه جدا من ميه البحر موجوده بيطل عليها مجموعه من الفيلات والعمارات والمجمعات السكنيه المختلفه. الميه دي جايه منين؟ جايه عن طريق الفتحات اللي جنبنا ديت اللي اتشقت علشان تدخل ميه البحر للبحيرات اللي جوه. فاحنا بنتكلم عن بحيرات الميه اللي فيها بتتجدد ونفس اللون بتاع ميه بحر الساحل او ميه بحر العلمين الجديده. ورانا كده نهاية المارينا وبداية أول نقطة في العالمين الجديدة مع فندق ريكسوس، يعني اللي أتمنى إن في يوم من الأيام إن شاء الله لو حد من الإدارة بتاعته بيتفرج علينا ممكن يتواصل معانا، ممكن نصور حلقة من هناك بحيث إن جزء كبير جدا من الجمهور بتاعنا يستفادوا ويفهموا إيه اللي موجود داخل الفندق ده، بالذات إن جزء كبير من الجمهور بتاعنا هو مش بس المصريين، لا هو جمهور الخليج كمان. ويمكن المصريين اللي شغالين بره في دول زي أمريكا وكندا وغيرها من الدول حسب التصنيفات اللي بتطلع عندنا. يعني المفترض حاليا ان احنا بنتكلم عن مجموعه من الشواطئ الخاصه اللي اشتغلت خلاص هنا وبقت موجوده. مش عارف هل وقت النهارده يسمح ان احنا نخش نجرب لكم شاطئ من الشواطئ اللي موجوده هنا ديت ولا لا، بس زمان السنه اللي فاتت كان في هنا شاطئ مجاني كانت الدوله عاملاه، مش عارف لسه هيعملوه لما يتعمل مهرجان العالمين اللي المفترض بيبدا في 20/7 ولا لا. بس شويه كده هنخلص بس لف في المدينه ونحاول نستكشف لكم ايه الشاطئ اللي موجود هنا وازاي تنزلوه والاسعار بتاعته ايه. الكوبري اللي احنا موجودين عنده واحد من الكباري اللي بتعدي القنوات المائيه اللي فرجناكم عليها اللي مسؤوله عن دخول الميه هنا ورا الابراج الشاطئيه بحيث ان الفيلات اللي ورانا ديت تكون بتطل على بحيرات صناعيه ضخمه جدا من ميه البحر. هناك كمان فندق ريكسوس اللي قلنا لكم عليه اللي بيعتبر يعني اشهر حاجه موجوده هنا في مدينه العالمين الجديده، ومجموعه الابراج الشاطئيه حوالينا اللي هي تعتبر الاشهر يعني والاضخم على مستوى مصر والبحر المتوسط كمان في شمال افريقيا. المكان اللي جنبنا دوت او الكورنيش اللي تحت اللي على البحيرات الخلفيه دوت هتحسوا بالظبط ان شبه مارينا دبي. اللي اتفرج منكم على الحلقه اللي كنا مصورينها هناك وهي فكره الميه اللي بتبقى داخله كده ما بين الابراج او ناطحات السحاب اللي موجوده هناك يعني في دبي واللي بتعتبر الاشهر على مستوى العالم، مدينه الاغنياء اللي كنا مصورينها لكم قبل كده. بس الفرق ان هنا بصراحه الموضوع اجمل بكتير، احنا بنتكلم عن لون ميه مش موجود في اي حته في العالم. يمكن المدينه الوحيده اللي بتنافسنا في موضوع الشواطئ الجميله الرائعه ديت هي المالديف، بس الجو عندنا بيعتبر احلى يعني. حاسس نفسي كاني شويه في دبي كده، بحاول ان احنا لما نيجي نعدي من اماكن عبور المشاة، واللي ما يعرفش طبعا ففي دبي هناك مجرد ما بتعدي من الاماكن دي المفترض ان اي عربيه بتيجي قدامك بتقف لك، بس الغريبه ان اخر الممر عاملين زرع. قدام اشهر برجين هنا من الابراج الشاطئيه اللي موجوده ورايا بنلاقي مول نورث سكوير اللي احنا موجودين فيه دوت.
اللي طبعا بيعتبر من اميز واجمل الاماكن اللي ممكن تتفسحوا فيها لما تيجوا هنا. المفترض ان في شواطئ جوه لسه هنخش نبص عليها، في محلات، في كافيهات، كل حاجه محتاجها برضه هتلاقيها هنا. هنخلص المول هنا ونوريكم المول التاني طبعا اللي هو او مول، المفترض اشهر او الاقدم من ده او اللي بيبقى شغال المفترض طول السنه. بس خلونا الاول نفرجكم على المول هنا لان الجو فيه مختلف خالص لانه بيطل على البحر. ايه مستوى الجمال والروعه اللي المول ده فيها. احنا عندنا في مصر فعلا اماكن كتير جدا جميله جميله بشكل فوق المعتاد. المحلات والكافيهات، الجو العام، الهواء اللي للاسف كاميرا مش هتنقله ليكم، اللي يجي منكم هنا هيقدر يشوف كلامي ده ويتاكد منه. الصوت بتاع البحر، الجو العام. يعني انا بالنسبه لي يمكن ده يعتبر اقوى مول موجود على بحر لحد دلوقتي شفته هنا في مصر يعني. الشط اللي جنبي دوت حرفيا وهم حاجه كده، قطعه من الجنه من كتر مستوى جمال اللون بتاع الميه والقعدات والستايل اللي هم عاملينه جوه بيعتبر رائع جدا. هنحاول، مش عارف النهارده هنلحق نعمل ده ولا ممكن في يوم تاني احنا ندخل شاطئ من الشواطئ دي. احنا حاولنا ندخل بس طبعا ده برايفت بيتش خاص بالاونرز بتوع ايدج، فمش هينفع ان احنا ندخله. فممكن نشوف، انا مش عارف اليوم النهارده يكفي نخش شاطئ تاني ولا لا، بس هنحاول في يوم تاني ان احنا نخش ان شاء الله. لكن مستوى الجمال اللي جوه رائع جدا. الاجمد في الكافيهات اللي موجوده ورايا دي كلها ان الاطلاله بتاعتك وانت قاعد على واحد من اجمد شواطئ البحر المتوسط، وهي شواطئ العلمين باللون الفيروزي الرائع اللي انتم شايفينه ده. القعده بتبقى مختلفه جدا. لسه عندنا اماكن كتير جدا نصورها ليكم النهارده، فلو في وقت كان ممكن نقعد على اي كافيه منهم زي ما عملنا في مطروح كده وفرجنا لكم القعده بتبقى عامله ازاي. بس خلونا حاليا نتنقل للمكان اللي بعد كده. الكافيهات والمطاعم دي طبعا ما بتكونش فاضيه، احنا جايين في عز الظهر وقت الشمس ما بتكون عاليه جدا، فلو حد قاعد بيكون قاعد في المنطقه الداخليه. لكن الناس بتبدا تيجي بعد المغرب. ويمكن الساحل الشمالي غير اي مصيف، انا بحب اصحى بدري، لكن اغلب رواد الساحل الشمالي بشكل عام بيبقوا اليوم بتاعهم بيبدا متاخر من العصر، بينزلوا ساعه او ساعتين الميه علشان البشره يعني وكده، مش بنتريق بس دي حقيقه. وبعد كده بيبداوا ان هم ينزلوا يسهروا بالليل في الكافيهات والمطاعم والاماكن المختلفه، واللي منها الاماكن اللي موجوده هنا. فبالليل انت ممكن ما تلاقيش مكان تحط فيه رجلك، بخلاف طبعا اماكن الخروج الثانيه اللي موجوده في حسين وغيرها من الاماكن اللي موجوده في الساحل الشمالي. اما بقى المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي وهو الممشى بتاع مدينه العلمين، المكان اللي بيعتبر مفتوح زي اي جزء تاني في مدينه العلمين. هتلاقي هنا مستويات كتير جدا من الناس، اي حد بيقدر يجي يتفسح ويخرج ويقعد هنا. كمان في اماكن انك تحط فيها العجل بتاعك، ممرات للمشاة، ممرات للجري، ممرات للعجل، زي اي ممشى طبعا سياحي او على البحر وريناه لكم قبل كده. ورانا زي ما انتم شايفين فندق ريكسوس، وجنبنا مجموعه الابراج الشاطئيه اللي موجوده في المكان. عندك اماكن كتير للقعاد لو انت حابب ان انت تقعد، وفي مكان لانتظار السياره هنا مجانا اللي هو خارجي. المهم طبعا الانتظار يكون صف واحد. في طبعا باركنج جوه موجود تحت او مول او تحت الفندق اللي ورانا دوت اللي احنا لسه هنبدا ندخله دلوقتي. وفي مجموعه من الكافيهات والمطاعم. والاجمل بالنسبه ليا ان المكان لسه ما بقاش زحمه. يمكن السنه اللي فاتت ما اعرفش السنه دي هيعملوا ولا لا، كان في حاجه اسمها مهرجان العالمين، ما فيش مكان تحط فيه رجلك في المكان اللي احنا فيه ده من كتر الناس ما بتكون موجوده في المكان هنا. فخلونا كده نتنقل للمكان الثاني ونستكشف معاكم باقي المدينه. في كل مكان هنا هتلاقوا مجموعه الشواطئ الخاصه اللي بتكون موجوده جنبنا دي، في منها اللي بيكون تبع يعني منتجعات معينه او كومباوندات معينه يعني هنا في الساحل، وفي منها طبعا اللي بيكون قابل انك تدخله عادي جدا بتيكت معينه، بتقضي اليوم جوه، بيبقى فيه بول غالبا ونزول الشاطئ وغيرها من الخدمات وبار وكده، يعني حاجات اللي لها علاقه بالساحل. كمان هنا على الكورنيش هتلاقوا مجموعه كبيره من السكوترز اللي ممكن تاجرها علشان تستمتع بالجمال دوت. احنا دايما بيبقى وقتنا انا عارف ضيق شويه، بس بتبقى تجربه جامده جدا. لو احنا كان معانا الاكشن كاميرا كنا ثبتناها ووريناكم جوله بيها، بس احنا ماشيين على رجلنا ابطا فهتتفرجوا احسن.
حاجه كمان من الحاجات الكويسه اللي معموله هنا، وهي عربيات خاصه مش عارف بحاجه كريمه او بوزاره الصحه، تقدر فيها تعمل فحص مجاني على صحتك، تحاليل زي تحليل السكر والكلام ده كله، فشايفها تعتبر حاجه كويسه جدا. المكان اللي جنبنا دوت وهو اومول، يعني يمكن من اقدم الاماكن اللي كنا مصورينها ليكم زمان اول ما فتحت. مجموعه كبيره جدا من البنوك، شركات الاتصالات، المطاعم، الكافيهات، ومنهم طبعا المطاعم والكافيهات اللي موجوده في المنطقه الخارجيه ديت، واللي القعده والجو فيهم بالليل اكيد بيبقى اجمد بكتير من دلوقتي. ويمكن اشهر حاجه مشهوره بيها المول هنا هو السقف اللي موجود ورايا ده، اللي بتحس ان انت كانك في قلب النهار. هو طبعا شبه مول كده كنا صورناه ليكم في دبي، لا هو غالبا احنا صورناه بس ما نزلش، لان ده كان من المولات اللي صورتها قبل ما والدتي تتوفى يعني. ففي مول هناك غالبا اسمه ابن بطوطه، نفس الكلام ده كده بالظبط. المفترض ان جواه آه، حضارات مختلفه او دول مختلفه، ومنها طبعا على فكره الحضاره الفرعونيه. فالمول هناك باختصار السقف بتاعه شبه السقف ده كده بالظبط، نفس الستايل ونفس كل حاجه. هنا في المول هتلاقي سعودي اللي فيه كل حاجه ممكن تحتاجها، من لحوم لجبن لخضروات لفاكهه عصاير، اي حاجه هتحتاجها هتلاقيها فعلا. عندهم طبعا قسم جبن مميز جدا، الاميز فيه ان انت بتديهم الساندوتش اللي انت عايزه، رغيف الفينو اللي انت بتنقيه، وبيجمع لك كل العناصر اللي انت محتاجها سواء جبن او لحوم بارده او غيره، وبيحسب لك قيمه كل عنصر بالظبط. فبالتالي بتعمل الساندوتش بتاعك من غير ما بتدفع فيه فلوس كتيره، بتدفع ثمن الحاجه بالظبط. بس النهارده احنا مش هنجرب التجربه دي، هم عندهم بس كده نوع مش بيبقى مميز جدا هنجيب منه علشان ناكله، ولسه نبدا نشوف هناكل ايه النهارده خلال اليوم. من الحاجات الظريفه اللي عندهم هنا في السعودي ان انت اي حاجه بتحتاجها بيجهزوها لك. فالنهارده كتغيير كده بحر يبقى بطيخ، عايزين حاجه كده تطري علينا، فجبنا كميه البطيخ اللي قدامكم دي اللي تقريبا سعرها 47 جنيه، فبيعتبر كويس جدا. المفروض ان احنا في السعودي الساحل خليناه يقطع لنا شرايح، فهناخدها ونطلع البحر، وجبنا معاها جبنه قديمه كده مش، ونبدا نروح وناكل ونستمتع معاكم. هو تقريبا طلع عليه عرض وطلع السعر بتاعه مش 47 جنيه، لا بنتكلم في 31 جنيه، فسعر كويس جدا قصاد ان احنا في الساحل. جبنا معاه جبنه قديمه، وهنبدا نروح كده على البحر في اي مكان نشوف لو هننزل الميه ونبدا ناكل. جبنا شويه حاجات كده كويسه علشان البحر. خلونا كده نرجع تاني ونبدا نتحرك ناحيه المكان اللي مش عارف هننزل فيه الميه ولا هتبقى دي اخر يعني فقره معانا، او يمكن نروح نصور في اماكن تانية. انا ما ببقاش مخطط فعلا كل الفيديو، فخلونا كده نكمل في الطريق. الاهم نشوف مكان او بحر نقعد ناكل عليه الجبنه القديمه والمش والبطيخ، جو الصيف اللي من الدرجه الاولى دوت، وبعد كده نبدا نشوف هنعمل ايه بقى اليوم. دايما بنقول لكم ان السعاده قرار، بس عشان يعني نكون منصفين، انت عشان تتحرك النهارده من بيتك برضو لازم حد ادنى من فلوس، وفلوس كتيره كمان مش فلوس قليله. بس احنا دايما بنتكلم ان السعاده قرار، في فكره ان انا مش لازم اكون قاعد جوه اي بيتش من اللي موجودين جنبنا دول، اللي مثلا التيكت ب 1000 ونص وب 2000 علشان اعمل نفس الحاجات اللي هم بيعملوها. لا، ممكن اعمل نفس الكلام دوت في اماكن زي كده. احنا بنتكلم عن مدينه العالمين، اللي هي بتعتبر مدينه مفتوحه، يعني مش قريه خاصه بمجموعه من الاونرز. فخلونا كده نجرب تجربه جامده النهارده. كنت بفكر ان احنا نشوي، بس الوقت ما كانش هيسعفنا، كان هيحتاج تجهيزات كتير جدا. فزي ما انتم شفتوا كده معانا رحنا سعودي، جبنا يعني افضل الاسعار، بحيث ان لما حد فيكم يجي يقدر يعمل نفس الحاجه وما يحتاجش ان هو يدفع فلوس كتيره. كيس العيش اللي قدامكم دوت فيه 4 قطع، ثمنه 28 جنيه. التيخ ده ثمنه الاساسي 47 جنيه، عليه عرض ثمنه 31 زي ما شفتم معانا كده. الحاجه المميزه عندهم والجامده جدا هو المش بتاع السعودي دوت، من زمان جدا يعني، اللي هيجربه منكم هيدمنه. سعر العلبه دي تقريبا بنتكلم في 150 جنيه للكيلو، ده ربع كيلو ممكن يعمل مثلا معاك في رينج ال 40 او حاجه و40 جنيه. الاجمد من الاكل ان احنا في شهر 7، لكن الجو جامد جدا. هو مش جامد علشان درجه الحراره قليله، هو جامد علشان احنا حاليا موجودين على الميه. جنبنا طبعا
الفتحه الملاحيه مش الفتحه الملاحيه، فتحه الميه اللي بيدخل منها ميه البحر علشان تغذي البحيرات الضخمه اللي موجوده جوه في مدينه العلمين. فخلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده وناكل ونستمتع بالجو ده. جبنا الميزه فيها ان هي مش حادقه قوي، وفي نفس الوقت مستوى الحراشه بتاعها حلو برضو، يعني حاجتين عكس بعض بس هي متعادله شويه. جامد. كنت قلقان ان هي تطلع مش مسكره لان انا ما دقتهاش جوه، بس بصراحه جامده جدا. المفترض الجزء اللي احنا هننزل منه لسه قدام شويه، بس هنا الدنيا رايقه فنقعد ناكل كده براحتنا من غير ما يكون حوالينا اي ناس. المفروض ان المكان اللي بيتعمل فيه الشاطئ المجاني كل سنه، هو المفترض هم بيعملوه لسه في نص 7 او في 20/7، ما عنديش فكره هيعملوا السنه دي للناس شاطئ مجاني ولا لا. بس المكان اللي كان بيتعمل فيه الشاطئ المجاني ده محطوط فيه حاليا شاطئ تاني بفلوس. فهنشوف الجزء المفتوح اللي نقدر ننزل منه، هو مش بيبقى بشكل رسمي لكن هنخلص اكل ونروح ننزل الميه ونقول لكم الجو عامل ازاي. ولو يعني فتحوا اي شاطئ مجاني اكيد هيعلنوا قبلها والناس تقدر تعرف، وانتوا ساعتها تقدروا تعرفوا من خلال منصه موقع مصر 24 EG24.com. خلصنا اكل، هنبدا دلوقتي نروح على الشاطئ. بس طلب اخير، مكان نضيف جدا وجميل، فيا ريت يعني انت اي مكان سواء حتى جديد او مش جديد حاول تحافظ على نظافه المكان. سهل جدا وانت ماشي انك تاخد شنطه زي كده فيها اغلب الحاجات اللي معاك. انت بتتكلم طبعا عن حاجات بلاستيك هي بتضر البيئه بغض النظر عن التلوث البصري اللي بيحصل، لكن هي كمان بتضر البيئه في كائنات كتير جدا. الكيس ده ممكن يكون سبب في ان هي تموت فعلا، فهتاخد ذنبها. ده غير الشكل ما بيبقاش كويس. خلص لم حاجتك وخدها معاك، اقرب باسكت تحطها فيه. الدنيا سهله جدا، الموضوع مش هيكلفك اي مجهود. وصلنا قدام الشاطئ زي ما انتم شايفين، في مجموعه اسر موجوده يعني مش قليله، بس برضو المكان رايق وبيعتبر مناسب جدا. خلونا ننزل علشان لون الميه جامد جدا وبيناديك وبيقول لك تعالى دلوقتي حالا. ورا البوز دوت هو الشاطئ اللي المفترض يعني ان هو بفلوس، معرفش التذكره بتاعته قد ايه. فبنتكلم على نفس الشط ونفس البحر، يعني مش بقول لك اكيد سيبي اللي هناك وتعالى هنا، بس انا بكلمكم يعني ان نفس البحر احنا هننزله دلوقتي لكن من غير ما ندفع ولا جنيه. لكن برضه عشان نفهم الناس، انت كده كده لما بتسافر في اي مكان تدفع الافات مؤلفه حرفيا يعني، لكن احنا كل عنصر بنصرفه بنذكره ليكم. جمع في الاخر هتلاقي ان في ارقام كبيره بتتصرف، بس بنحاول على قد ما نقدر نحجم حاجات معينه او نوريكم بدائل معينه تساعدكم لو انتم حابين تسافروا او تستمتعوا. نزلنا الميه خلاص. الميه برضو والله ممتعه جدا. الموج اللي هنا مش عالي قوي لكن بيعتبر ممتع جدا، اللي هو اللذيذ ده اللي بيرفعك وبينزلك بسهوله ده. ورانا زي ما انتم شايفين مجموعه ابراج العلمين اللي كنا لسه مصورينها ليكم فوق. الميه خرافيه وجامده جدا جدا جدا. الغريب ان الشاطئ ده من سنتين كان مجرد شويه صخور هم حاطينها، حصل ترسيب طبيعي للرمل فوق الصخور ديت. فانا حاليا تحت رجلي المفترض ان في رمل، مفيش اي صخور خالص، ففجاه كده اتحول لشاطئ رملي. جزء كبير من الشباب اللي انتم بتشوفوهم هنا دول بيبقوا الشباب يعني اللي هم بسببهم اتبنت المدينه ديت، مش بنقول بسببهم او هم بايديهم يعني اللي بنوا المدينه ديت. فبعد ما بيخلصوا شغلهم بشكل يومي او ممكن مره واحده في الاسبوع، الشواطئ اللي زي كده بتكون هي المتنفس الطبيعي ليهم علشان يجوا يعني وينفسوا عن نفسهم. نقطة مهمة بس تخلي بالك منها لما تكون موجود هنا، الشاطئ هنا ما فيهوش منقذين. يعني انت كده كده اصلا المفروض بتبقى على مسؤولية نفسك، لانه طبعا مش شاطئ بشكل رسمي لحد ما يفتتحوا الشاطئ الرسمي اللي بيفتتحوه كل سنة، اللي ما اعرفش هل هم هيفتتحوه ولا لا.
خلصنا عوم في البحر، التجربه بتعتبر رائعه جدا. بس خلي بالكم يعني هي دي من الحاجات اللي انا ممكن اعدي عليها وانا جاي من مكان تاني، او حد مثلا شغال في مكان تاني بيعدي على التجربه دي. اما لو انت حابب يعني تستمتع بمصيف بمعنى مصيف كذا يوم زي مصيف مطروح كده، اللي اكيد الحلقه بتاعته باذن الله زمانها نزلت وموجوده دلوقتي على القناه، بتروح كذا شاطئ، بتقضي مصيف بجد يعني. لكن ده من نوعيه الحاجات الطياري اللي احنا عاملينها علشان نوريكم تجربه كده يعني تيك اواي، مش مصيف بمعنى مصيف. والبديل اللي هنحاول نعمله قريب في حلقه تانيه باذن الله هو الاقامه في الشقق الفندقيه الجامده جدا اللي بتطل على احلى فيو دوت، او المنتجعات المختلفه اللي موجوده هنا حتى لو على البحر او في المناطق الداخليه، وانك تيجي تنزل تخش الشواطئ اللي موجوده هنا، تتكلم عن تجربه مصيف بالفعل يعني. انا حاليا استمتعت، بس احنا برضو بنتكلم عن تجربه طياري كده سريعه لطيفه ظريفه حبينا ان احنا ننقلها لكم. هنا في المكان دوت عند البحيرات الخلفيه هتلاقوا الكورنيش او الممشى، ده المكان اللي بيقدر اي حد يقعد في الاماكن الكتير الخاصه بالجلوس ديت، او يتمشى او حتى يجري في الممر اللي ورايا ده. تخيل كده تبقى بتجري وجنبك الميه والمنظر الرائع ده والشجر ومناظر ناطحات السحاب والابراج العاليه ديت. كمان في المنطقه اللي ورا مجموعه الفيلات اللي بتطل على البحيرات الرائعه ديت. فانت هنا بتتكلم عن مدينه مش مقيده بس بحجم الشواطئ اللي طبيعيه، لا، انشاء بحيرات زي كده سمح ان جزء كبير جدا من اغلب العمارات السكنيه اللي موجوده ورايا ديت والفيلات كمان، وكمان حتى الشقق الخلفيه للابراج وناطحات السحاب اللي حوالينا ديت، ان كل دول يكون عندهم فيو على البحر، مش بس اللي موجودين في الصفوف الاولى اللي موجودين على شاطئ البحر. ده بقى ازاي تعمل ايس كوفي ب 22 جنيه بس في الساحل الشمالي من غير ما تدفع 250 جنيه. بيقول لك بقى ايس كوفي ب 250 جنيه. فجبنا الكوبايه دي اللي جواها ده سكر، يعني محدش يقلق يفكر حاجه غلط. الكوبايه دي سعرها 29 جنيه. الكيس دوت اللي غالبا كان هيطير مننا دلوقتي سعره 9 جنيه. وكيس اللبن دوت ثمنه تقريبا حاجه و20 22 23 جنيه. ممكن ناخد مثلا وليكن نصه. هيجي حد طبعا يقول لي طب هو فين الايس؟ الكيس كده كده كان ملزوق على تلجه في الايس بوكس فساقع جدا، فخلونا نشرب ونستمتع، ما نقعدش نسال الحاجات التافهه دي. حرفيا اتقل بكتير من اي ايس كوفي شربته في اي كافيه من الكافيهات. النوع ده من الكاس بيبقى فيه ماده كده كثيفه او غنيه بتدي للمشروب طعم تقيل شويه كده وحلو. السؤال هنا، في حد يعمل ابراج في قلب الصحراء ومش موجود قدامها بحر؟ احنا حاليا زي ما انتم شايفين في الجزء الجنوبي او الامتداد الجنوبي لمدينه العلمين الجديده اللي فيها البرج الايقوني. بيعتبر انا اول واحد يفرجكم على البرج الايقوني، لكن اللي مش موجود في العاصمه الاداريه الجديده اللي موجود هنا في مدينه العلمين الجديده. اللي راح منكم قبل كده دبي هيكتشف ان برج خليفه البرج الاشهر على مستوى العالم مش موجود على السواحل البحر بتاع دبي، موجود في منطقه داخليه. فالبرج اللي موجود ورانا دوت او البرج الايقوني ومجموعه الابراج الثانيه اللي حواليه ديت غالبا تم اختيار المكان بتاعهم في الامتداد الداخلي، ودوت طبعا بيفيد بايه؟ ان بيخلق امتداد او عمق جنوبي للمدينه، مش مجرد بس الاماكن اللي على البحر ان هي تبقى مجرد منتجعات. احنا بنتكلم عن مدينه المفترض ان هي تبقى شغاله طول السنه، يعني بنتكلم عن مركز اقتصادي، يعني مكان لمقرات الشركات العالميه وغيرها من الانشطه اللي بتبقى متواجده في اماكن زي كده زي ما حاصل في برج خليفه في دبي بالظبط. فاحنا هنا بنتكلم عن اضافه عمق تاني او بعد تاني للمدينه ديت من خلال تعمير المناطق الجنوبيه او الاماكن اللي هي المفترض في وقت من الاوقات كانت صحراء ومجرد شويه حقول الغام تم تطهيرها علشان يتم تنميتها، وانها توصل للمرحله اللي احنا شايفينها حاليا ديت، واللي في وقت من الاوقات بعد سنين قليله هنشوف المكان دوت اتوقع له باذن الله مع الظروف المواتيه لمصر في وسط منطقه المفترض ان هي مشتعله جدا. اعتقد في وقت من الاوقات لو ربنا اذن للبلد ديت ان هي تنطلق، فالمدن اللي احنا بنتكلم عليها ديت في وقت من الاوقات ان شاء الله هنشوفها زي دبي ويمكن احسن كمان. وطالما احنا بنتكلم عن مدينه مستدامه طول السنه فكان طبيعي ان احنا نلاقي احياء سكنيه هنا زي المناطق اللي احنا موجودين فيها ديت. احياء سكنيه مختلفه، مش بس مستويات الاسكان اللي بتكون عاليه، لا كمان في شقق اسكان اجتماعي زي اللي موجوده ورايا ديت، واللي كان في وقت من الاوقات افتكر يعني من 4 أو 5 سنين كان في ناس كتير بتقدم عليها وبتجي لهم الشقق. وحاليا جزء كبير جدا من الشقق ديت الناس ساكناها بشكل طبيعي، مش مجرد يعني شقق لسه بتتشطب. افترض ان الشقق دي كانت بتتسلم متشطبه على حد معرفتي، فده بيسهل كتير جدا في ان الناس تنقل وتسكن. شايف كمان مولات ومحلات، انشطه كتير جدا بقت مكتمله هنا. كمان بنتكلم عن جامعه العلمين الجديده اللي جزء من سكن الطلاب اللي هم فيها موجودين في العمارات اللي موجوده ورايا ديت. بنتكلم عن مجتمعات عمرانيه بتعتبر يعني متكامله، لذلك هتلاقي هنا مستشفيات، مدارس، ويمكن اغلب الحاجات ديت اشتغلت كمان زي ما هو واضح يعني في التصوير اللي احنا بنصوره لحضراتكم. الاجمل في المكان هنا زي ما انتم شايفين ان كل زاويه من الزوايا بتشوف الابراج اللي هي بتبقى موجوده عند البحر، يعني ابراج العلمين الجديده.
وانا في مدينه العلمين الجديده كان مستحيل اكون قريب من المكان دوت وما زوروش، لان العلمين بالنسبه لناس كتير معناها مدينه ساحليه جميله، لكن قليل اللي يعرف ان الارض ديت شهدت واحده من اهم المعارك في تاريخ العالم كله. المكان اللي احنا موجودين فيه حاليا هو متحف العلمين العسكري، واللي بيحكي قصه معركه العلمين اللي دارت سنه 1942 اثناء الحرب العالميه الثانيه. اول ما تدخل المتحف هتلاقي ان الزياره مش مجرد مشاهده دبابه او اسلحه قديمه، لكن رحله بتحكي تفاصيل المعركه من بدايتها مرورا بخطط الجيوش المختلفه وصولا للنتائج اللي اثرت على العالم كله. Brace for impact. Hold the line. المتحف بيضم مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية الأصلية زي الدبابات والمدافع والطيارات والعربات العسكرية، بالإضافة للخرائط ووثائق وصور نادرة بتوضح إزاي كانت بتدار المعركة على أرض العالمين. ومن أكتر الحاجات المميزة هنا إن المتحف مش بيركز على طرف واحد، لكنه بيعرض قصة الحرب من وجهات نظر مختلفة. وانت بتتمشى بين المعروضات بتحس ان كل قطعة ليها حكاية، وان المكان نفسه شاهد على احداث غيرت مجرى التاريخ. ولو كنت بتزور العلمين الجديدة فانصحك تضيف المتحف لجدولك، لانه مش مجرد مكان تاريخي لكن تجربة هتخليك تشوف المدينة بمنظور مختلف تماما، وتفهم ليه اسم العلمين ليه مكانة كبيرة في كتب التاريخ. طبعا من كل مكان هنا بتقدروا تشوفوا مجموعه الابراج الشاطئيه اللي بنقول طبعا ان هي بتعتبر اللاند مارك او اهم حاجه او اهم معلم موجود في المدينه الجديده ديت. المكان اللي احنا موجودين فيه دوت هو الحي اللاتيني، واللي واخد ستايل كده جميل جدا، كوبري من الكباري طبعا اللي مفترض بتوصل ليه، لان احنا زي ما قلنا لكم في مجموعه قنوات مائيه بتوصل الميه من البحر للبحيرات الجميله اللي بتطل عليها مجموعه الاحياء، واللي منها الحي اللاتيني ده. فمن ضمنها الكوبري اللي احنا موجودين عليه دوت اللي واخد شويه ستايل المنتزه او اسكندريه زي كوبري ستانلي، والستايل بتاع اسكندريه والمنتزه بشكل عام. بنتكلم عن مجموعه العمارات اللي موجوده ورايا ديت اللي مشهوره باللون الابيض في الرصاصي مع لمسه اللبني الجميله ديت اللي بتبقى شبه البحر شويه وبتدي منظر جميل جدا. واحده من اجمل الحاجات اللي تعملها لو انت مسافر سفر طويل معاك السماعه بتاعتك او سايق او ايا كان، يعني سواء عربيتك او راكب مواصلات، لو هتسمع قران تمام، لو هتسمع حاجه تانية فعندك المسلسلات الاذاعيه اللي بتعتبر جامده جدا جدا. المسلسلات الاذاعيه المصريه القديمه دي مفيش زيها، واللي التاثير بتاعها بيكون اقوى بكتير من المسلسلات اللي بتشوفها بعينك، لان دايما يعني اللي دارس منكم اعلام اكيد عارف المعلومه دي، الراديو بيبقى تاثيره اقوى بكتير من التلفزيون، لان انت مش بتبقى شايف الصوره، فده بيسمح لك انك تتخيل حاجه اعلى من الواقع بكتير يعني. فلو عندكم سفر طويل او كده وعايز تسلي نفسك شويه فجرب المسلسلات الاذاعيه القديمه لو انت يعني ما سمعتهاش، او في شويه حاجات تقيله جدا يعني. هتلاقي الممثلين اللي انت بتشوفهم في الافلام والمسلسلات حاجه، وفي المسلسلات الاذاعيه حاجه تانية خالص. طب لا انت ولا هو، انا اللي هودي الظرف بنفسي. جرى ايه يا اسطى؟ يا اسطى جرى ايه؟ تروح بجليلة قدرك طولك وعرضك وتتهز وتتمطع عشان جنيه بقشيش؟ امال خليت ايه للصيام؟ انت كل حاجه عاوز تلهفها لوحدك يا استاذ مسعود ولا ايه؟ بس انا قلت انا اللي هودي الظرف، يعني انا اللي هودي الظرف، انا الاسطى. توصيل طلبات للمنازل على الصبيان. ما تتلمتش يا لا، توصيل طلبات للمنازل على الصبيان. اسطوات وتجعصوا على الكراسي تسيبوا المشوار للصبيان. دي جهاد معايا تشيل الظرف. اظن انا اشيل وانت تقبض. لا يا اسطى لا، انا ما اتكلش عوامض. هو يا دي اللي تتاكل وما تتاكلش، انت فاهم الحكايه؟ انا فاهمك كويس قوي، فاهم انك بتحركم وتلف وتدور عشان تلهف انت البقشيش واطلع انا من مولد الحمص. يا واد ما تبقاش انتهازي. انا اللي انتهازي؟ انا هشوفك برضه بحاجه، يعني معقول اشيلك الظرف ورايا من غير ما اشوفك بحاجه؟ الله يرحم الربع جنيه. خلاص اذا اداني جنيه هديك ربع جنيه. مبسوط يا عم؟ نص.